في حرب شغالة دلوقتي بس مش كلها صواريخ ودبابات. في حرب تانية أخطر، حرب شغالة على وعيك. إنك تصحى من نومك تلاقي كل الدنيا بتقولك مصر مش واقفة مع إخواتنا، مصر قافلة المعبر، لكن محدش بيقولك إن في مخطط كبير أخطر من الحرب نفسها. اللي بيحصل حوالينا مش صدفة، اللي بيضغط على مصر بالعاطفة بيحاول يلبسك في الحيط. البعد عايزين إنك تساعدهم وإنت مش واخد بالك، وبيقول لهم إخواتكم العرب سايبينكم. فين مصر؟ فين الرجولة؟ فين العروبة؟ وبيسخن إخواتك عليك وبيخليهم يفكروا إنك سايبهم ومش عايز تحارب عشانهم ولا تدخلهم أرضك. ولو جيت فتحت الخريطة وبصيت فيها كويس هتلاقي إن أمريكا مش بعيدة عن أي حاجة بتحصل. عندها قواعد في دول كتير حوالينا ومستنية مصر بس تتحرك. لو مصر فكرت تضرب هتقوم حرب كبيرة جدا، وساعتها كل حاجة هتولع وهيظهر الهدف الحقيقي، مش بس تهجير إخواتنا، ده كمان تفريغ سينا وضرب استقرار مصر من جوه. بس الحقيقة بقى إن بلدك شايلة وواقفة وبتتحمل اللي مفيش حد يقدر عليه. مصر مش بتهرب من المعركة، مصر بتحمي الحدود وبتحافظ على الأرض وبتدعم القضية من غير ما تسلمها. فقبل ما تحكم اسأل نفسك، لو طلعوا إخواتنا من أرضهم هل هترجع ليهم ولا هتروح ليهم على طبق من ذهب؟ افهم اللعبة قبل ما تلعبك. بلدك مش خاينة، بلدك محاصرة من كل اتجاه، بس لسه ثابتة ولسه شايفة قدامها، واحنا لازم نبقى معاها مش ضدها. ورسالة أخيرة لإخواتنا، احنا عارفين حجم المواجهة اللي بتواجهوها، والعدو بيحاول يفرقنا، عايز يوقع بينا بالعاطفة والكلام، بس احنا على قلب راجل واحد. مصر عمرها ما كانت ضدك ولا هتتخلى عنك، بس احنا بنفكر بعين اللي شايف قدام، مش بعين اللي مدفوع بمشاعر في لحظة تضيع القضية كلها. انتوا على دماغنا واحنا معاكوا لآخر نفس، بس لازم نكون أذكى من اللي بيحاول يوقعنا في بعض عشان ياخد أرضك ويهد بلدنا. سلام.